اهلا بيكم حلقه جديده من بودكاست احنا هنشتغل ايه. النهارده معانا دكتور نرمين. ازيك يا نرمين؟ اهلا وسهلا، ازيك يا علاء؟ ايه الاخبار؟ كله كويس؟ كله انا زي متشكر الفل جدا ان الحمد انت لله. طلعتي معايا النهارده. احنا في اخر 3 4 ايام في رمضان، عارف الدنيا بتبقى مش اسهل حاجه. لا انا متشكره ومبسوطه انا اصلا ان انا ابقى معاك. ميرسي جدا. احنا الطب واسع وانا حقيقه زي ما كنت لسه بحكي لك عندي اصدقاء كتير في مجالات، في يعني تخصصات مختلفه في الطب. فيعني ان شاء الله طموحاتي ان انا نقدر نعمل حلقات كتيره عن الطب عشان نحاول نغطي اكبر قدر مستطاع. احنا دايما بنحاول نكتشف في البودكاست ده نرمين الناس بتشتغل ايه في الحقيقه، مش بس اسما على المسمى الوظيفي يعني، ولكن هم في الحقيقه بيعملوا ايه في الشغلانه دي. تمام. فما تيجي نبدا كده، تقول لنا الاول شويه كده تاريخ. انت كنت فين، بتعملي ايه، وحاليا بتعملي ايه، واحكي لنا كده الرحله بدات منين لفين. اوكي، انا خريجه طب القصر العيني دفعه 2003. فبعد احنا بنخلص في اخر السنه الميلاديه، يعني في اخر 2003 انا خلصت. ابتديت امتياز من مارس زي كل الناس، من مارس 2004 لغايه فبراير 2005. في الامتياز انا كنت باكسبلور اكتر من حاجه، ما كانش لسه في دماغي هاخد ايه، واستقريت على تخصصين انا يعني معجبه بيهم او بفكر فيهم، هما الجلديه والعيون. آه لاسباب قدريه بعد كده خلاص، يعني جلديه حسيت ان الدنيا هي اللي اقرب لي يعني. وتخصصت امراض جلديه. ابتديت فيها سنه 2005 بعد ما خلصت. اخدت الماجستير 2009 واخدت الدكتوراه 2014. بعد ما خدت الدكتوراه انا كنت بشتغل في جامعه القاهره، في مستشفى الطلبه جامعه القاهره. بعد ما خدت الدكتوراه كانت بدات كليه جديده اسمها كليه طب حلوان، اتاسست في 2013. قدمت فيها واشتغلت هناك كمدرس، واترقيت السنه اللي فاتت، وحاليا استاذ مساعد في كليه طب حلوان. بس انت فوتي نقطه مهمه جدا، انت ازاي اصلا ولا اخترتي حاجه، انك تخشي كليه طب؟ ولا حاجه. يعني اصلا كنت مثلا بفكر ان انا عايزه ادخل هندسه، واوت اوف نو حلو. وير انا فكرت ان لا، ده انا فعلا يعني الطب مجال لطيف، وانا المفروض I should consider ده في اخر سنه خالص في المدرسه. قعدت حلو. افكر فيها لغايه ما يعني خلاص، في الاخر وقت التنسيق انا قلت لهم خلاص انا قررت ادخل طب مش هندسه. بس قعدت سنين من عمري بقول لهم لا، انا يعني كنت شاطره جدا في الفيزيكس وفي الماث وفي كل الحاجات اللي ليها علاقه بهندسه، فكنت مقتنعه ان ده المجال اللي يناسبني. اوت اوف نو وير انا قررت وانا في اخر سنه ان لا، يعني الطب شغل لطيف، وممكن ممكن الواحد يساعد غيره زي كل الشباب الصغير اللي عنده احساس ان هو ممكن يبقى مفيد وممكن يساعد غيره اكتر. ده مش صحيح. النهارده بعد ما كبرت انا بقول ان لا، كل المجالات ممكن بني ادم يبقى مفيد ويساعد غيره فيها، بس وقتها كانت الفكره في دماغي ان اكتر مجال ممكن البني ادم يساعد فيه الناس التانية ويبقى مفيد للناس اللي محتاجه هو الطب، واخترت طب. اوكي. طيب احنا النهارده طب سكه طويله. شفتي انت شرحت لنا يمكن 3 4 خطوات، كل خطوه انت اختصرتيها في نص دقيقه، ولكن انت ايوه، تاخدها بتاع 3 4 سنين لوحدها: صحيح. الماجستير، الدكتوراه، التدريس في الجامعه. صحيح. هي السكه طويله كده في كل حته في الدنيا يا نرمين، ولا هي عندنا طويله بزياده؟ لا، الطب طويل في كل حتة في الدنيا. تمام. ويعني وسنواته الأولى صعبة على كل الناس في الدنيا، يعني سنوات النيابة. حتى في أمريكا، حتى في إنجلترا، حتى في الدول اللي هي فيها خدمات طبية كويسة، سنوات النيابة هي سنوات ستريسفul. بتحتاج إن أنت تدعم الناس اللي بتشتغل في السنوات دي، لأن هي فعلا سنوات قاسية وسنوات محتاجة مجهود، ومحتاجة مجهود ذهني ومجهود عضلي وكل حاجة في الدنيا. فلا، هي السكة طويلة الحقيقة. يعني ما فيش حد بيبتدي حياته قبل 30 سنة مثلا اللي هو ابتدى خلاص يبقى على أول سلمة، والدنيا ابتدت تبقى على درجة من الاستقرار. اوكي. طيب تاني اختيار، برضو انت عملتي اختيار اولاني بكليه طب، اختيار تاني بعد كده بالتخصص. الدنيا برضو واسعه هي كمان تاني، يعني الموضوع مليان اختيارات في كل خطوه. ما تحكي لي كده طريقه تفكيرك عن التخصص في الطب، يعني في الجلديه، اشمعنى وجات آه، ازاي برضو؟ سنة الامتياز كانت من السنين اللي أول سنة تبتدي تتعامل فيها عن قرب مع المستشفى ومع كل حاجة في المستشفى. في تخصصات لطيفة جدا بس انت بتحس ان هي بتضغط عليك زي الطوارئ مثلا، بس هو تخصص مفيد، وبحس ان الناس فعلا يعني بتقدم خدمة حقيقية. كنت معجبة جدا جدا بمنظومة، مش المنظومة قصدي، بان بالطوارئ ودخول الناس وهي في حالة سيئة وان هي تخرج جوا. بس التخصص نفسه ضاغط جدا جدا نفسيا على اللي بيشتغلوا، يعني هو تخصص مش سهل ابدا. ربنا يكون في عون كل اللي بيشتغلوا في التخصص ده.
الجلديه كان حظي كويس قوي ان انا اشتغلت لما رحت امتياز. يعني كنت بشتغل مع نواب لطاف جدا، هم اصدقائي بقى لغايه دلوقتي، اصدقائي جدا جدا، هم قبلي بدفعتين وثلاثه. كانوا متعاونين. هل الناس اللي اكبر منك بيفرقوا؟ اه الحقيقه بيفرقوا جدا. انت لسه جديد، ما تعرفش ولا كلمه، ما اعرفش حاجه خالص، انا امتياز، ورقه بيضاء تماما. لو الناس متعاونه وبتعلمك بتبتدي تلاقي نفسك ان ايه ده، طب انا ممكن اعرف احقق حاجه. ده كان حظي كويس في الجلديه الحقيقه، في اسم الجلديه في القصر العيني، وما زلت يعني هم اصدقائي لغايه دلوقتي، ويعني ممتنه جدا لكل حاجه في الاسم ده. آه، اخترت ليه جلدية وعيون. لما عديت على أغلب التخصصات كانوا هم دول التخصصين اللي كانوا يعني شدوني، يعني حسيت إن هم لطاف. ابتديت أتعلم فيهم شوية شوية حاجات بسيطة، فحسيت إن أنا وساعتها وأنا ما أعرفش أي حاجة، بالنسبة لي الحاجات البسيطة دي كانت يعني حاجة كبيرة قوي. فوجود ناس عندها استعداد تعلمني، ووجود إن أنا اتعلمت، بدأت أحب المكانين دول. اوكي. هل يعني منصف شويه ان احنا نقول ان في تخصصات طبيه صعبه؟ انت كنت بتحكي لنا على الطوارئ دلوقتي، بس هل نعم. بتشوفي ان في تخصصات طبيه اسهل وتخصصات طبيه طبعا. اصعب علميا وعمليا؟ ايامها وانا صغيره كنت هقول لك لا وكله متعب وما اعرفش إيه. لا، انا دلوقتي بقول لك في حاجات اللايف ستايل ممكن تسمح لك بلايف ستايل اريح من غيرها. اه طبعا. في تخصصات زي الاشعه التشخيصيه وزي الجلديه وزي العيون وزي اكتر من حاجه بتسمح لك بلايف ستايل هادي ما فيهوش كوارث كبيره، ما فيهوش. في تخصصات لا تقيله، يعني اللايف ستايل بتاعها لازم تبقى مستعد ان انت هتعيش حياتك تحت ضغوط مستمره، زي تخصص النساء، زي تخصص الطوارئ، زي تخصص الرعاية المركزة. حتى النساء أسوأ كمان، إن أنت قاعد في البيت وبرضه بيفضل مش نبطشية وخلاص وهتروح وتنسى الوضع، لا. امم. فهو هل أنا المفروض أبقى مستعد في بداية حياتي لللايف ستايل؟ المفروض إن أنا أبقى عارف أنا هعيش إزاي وهعمل إيه وهستحمل ده ولا لأ. لان هي ما فيهاش مقالب، والحاجات دي كلها في كل حته في الدنيا، دي طبيعه التخصص. يعني طبيعه تخصص الطوارئ ان هو ضاغط، بس هي طبيعته برضو ان هي نبطشيه وبتروح. طبيعه تخصص النساء ان هم بيتصلوا بيك في اي وقت، وان انت بتضطر تسيب بيتك وتنزل في اي وقت، ده برضو في اي حته في الدنيا. فطبيعه اوكي. التخصص مناسبه لشخصيتي ولا لا؟ لا، لازم تكون مناسبه لشخصيتي. حلو. طيب ما تيجي بقى كده ناخد دكتور الجلديه من اول ما بداتي تشتغلي لحد النهارده. عايز عندي فضول اعرف اليوم بيمشي شكله عامل ازاي. يعني احنا انت ايه الحالات اللي بيقابلها دكتور الجلديه؟ بتصنفيها ازاي؟ يعني في حاجات مهمه، حاجات اقل اهميه. احكي لي كده عن يوم عمل طبيب الجلديه. طيب، هو طبعا انا في الاول كنت بشتغل نايب بس في المستشفى بس، او في القصر العيني بس، مستشفى الطلبه او القصر العيني بس. بعد كده بقى عندي عيادتي، بعد الدكتوراه بقى عندي عيادتي. ففي طبعا اختلاف بين الحالات الجلديه اللي انت بتشوفها في المستشفيات الحكوميه والجامعيه، وبين الحالات اللي بتشوفها في القطاع الخاص او البرايفت سيكتور او العيادات الخاصه يعني. ال- الشغل الجلديه في اغلبه عيادات، جزء قليل منه اللي ليه علاقه بالاقسام الداخليه، او ان احنا نضطر نحجز عيان ونتابعه. مجموعة أمراض قليلة اللي بيبقى عندنا عيان لازم يتحجز ونتابعه. لما بيكون عيان عندنا هذا الظرف الاستثنائي، اللي هو عندنا عيان محجوز في الرعاية بنضطر نروح له كل فترة، عندنا عيان محجوز في القسم الداخلي وبنضطر نشوفه باستمرار، ده ظرف استثنائي جدا لازم نتابعه كل يوم. لكن الأصل إن احنا شغلنا عيادة خارجية، ومرضانا بيتعالجوا في بيوتهم ويرجعوا يتابعوا معانا في العيادات الخارجية. ده الصبح كلها امراض جلديه. الجزء التجميلي فيها اقليه، والجزء التجميلي برضو انا بعتبره مش تجميلي قوي. يعني ناس عندها ندوب حب شباب مؤثره فعلا على حياتها وعلى جوده حياتها، ناس عندها اثار عمليات جراحيه محتاجه تعالجها. فانا ما بصنفش ده تجميل، شركات التامين بتعتبره تجميل وما بتغطيهوش، بس انا حتى الان معتبره ان دي امراض. الجزء تمام. التجميلي الكامل بقى اللي هو ليه علاقة بالتجميل ومقاومة التجاعيد وتقليل آثار السن على الوجه وكل الحاجات دي، ده مينلي بتشوفه في القطاع الخاص أو في العيادات الخاصة. قليل جدا إن هو يكون في المستشفيات الجامعية. هل أنا كدكتور جلدية محتاج الاثنين؟ الحقيقة إجابتي عشان تبقى دكتور جلدية شاطر حتى في التجميل، مهم إن أنت تكون شاطر في الأمراض الجلدية، لأنك بتبقى فاهم عن عمق الجلد وطبيعة استجابة الجلد واختلافات الناس المختلفة للعلاجات المختلفة. واحنا اعراق مختلفة، جلد مختلف، صحة عامة مختلفة، لان الصحة العامة بتنعكس على الجلد. كل ده انت الخبرة دي بتاخدها من شغل الجلدية اللي هو شغل بيور جلدية ما فيهوش تجميل. الاجيال الجديدة بتطلع عايزة تاخد الجزء اللي بيجيب فلوس اللي هو التجميل من غير ما تمر بمرحلة التعلم. ما عنديش مانع، يعني ده اللي بيحدد هدفه ده. بس هل هتكون بنفس شطارة اللي مر بالتجربة كلها وخد خبرة عن عمق
الجزء البيورلي ميديكال السخيف بتاع الجلديه؟ الاجابه في رايي لا. اوكي. بتحسي انه التجميل والحاجات اللي لها علاقه بالتجميل اللي بتعمل حاليا، في ناس كتير بتخشها ما هماش جايين من الجلديه، هي ممكن نخشها اه من عده طرق؟ اه طبعا. في ناس كتير مش ناويه اصلا تشتغل غيرها، فمش مهم عنده ان هو ياخد تخصص ويفضل ممارس عام بس بيشتغل تجميل. في ناس بتعمل ده، وفي ناس تانية حتى لو خد التخصص، هو التخصص هيفضل على هامش الحياة، هو مش عايز يتعلم أي حاجة بس عايز التخصص كشهادة عشان يشتغل تجميل. طبعا اوكي. مش بلوم، أنا بقول في ناس مختلفة عن بعض. تمام. طب هي في فرق بين اللي انت بنتكلم عليه دلوقتي ده وجراحه التجميل نرمين؟ احنا الجزء بتاعنا هو التخصص، الجزء غير الجراحي في التخصص، اللي هو انا ما مسكتش مشرط، انا ما بمسكش في حياتي اليوميه، انا ما بمسكش مشرط واقطع بيه، ما بدخلش اوضه عمليات وعيان متخدر وقاعد. لا، انا حياتي اليوميه فيها عيان فايق بيجي يعمل اجراء طبي في العياده ويروح بيته ويتابع معايا بعد كده. انا ما عملتش مشرط مثلا، ما مسكتش مشرط مثلا وفتحت وشلت جلد، لا، ده الجزء ده جزء جراح التجميل. جراح التجميل ليه منظومه تدريب مختلفه، بيبقى قاعد بقى عيانين بيدخلوا عمليات بيتابعهم تاني يوم، في بعضهم بيدخل رعايات، قصه مختلفه خالص. بيمسك مشرط في حياته اليوميه وبيدخل اوضه عمليات بعيان متخدر ونايم في حياته اليوميه. ده مش جزء من حياتي خالص، انا حياتي كلها اجراءات تجميليه غير جراحيه، ما بمسكش فيها مشرط. اوكي. والاختيار ده انت عملتيه امتى نرمين؟ عملتيه ولا ما كانش ينفع اصلا لو انت طالما تخصصتي لا جلديه انك لا تعملي كده؟ الجراحة اللي فيها مشرط دي من الأول برضو، أو تغير التخصص يعني. بس أنا قصدي ده اه اوكي. بنعمله إمتى؟ بنعمله بمجرد التخرج، يعني ببتدي أتدرب على إن أنا أكون جراح أو أكون دكتور ده باطني زي جراح بتاع بالظبط، هو ده الجلدية اللي كنت أول ما عايز أتخرج. اساله لك. اه اه اوكي. لا، جراح اوكي. التجميل جراح. طيب اسالك سؤال يعني قد يبدو مستفز شويه، مش قصدي بيه حاجه سيئه، بس هو ليه الجلديه تخصص ومش جزء من الطب الباطني؟ يعني ليه اشمعنى الجلد خدناه وحطيناه لوحده وبقيه الجسم سايبينه في حته ثانيه؟ هو عموما بشكل عام الطب كان كله، يعني انا البكالوريوس بتاعي اللي هو التخصص العام اسمه بكالوريوس الطب والجراحه. فالطب كله عباره عن باطنه اللي هو الطب، والجراحه والتخصصات الجراحيه. مع الوقت تمام. ومع الزمن ومع زياده المعلومات ومع زياده المعارف، بقينا صعب جدا ان واحد يكون ملم بالباطنه كلها او واحد يكون ملم بالجراحه كلها، فبدانا في اجراءات الحاجات التخصصيه، الامراض الجلديه، الامراض الروماتيزميه للمفاصل، الامراض العصبيه، بقى في دكتور باطني متخصص فقط في الاعصاب، في دكتور امم. باطني متخصص فقط في الجهاز الهضمي، في دكتور باطني متخصص في الحميات واللي هي الامراض المتوطنه والامراض المعديه. بقى صعب جدا ان حتى دكتور الباطنه يبقى ملم كده بكل حاجه. وفي دكتور باطنه متخصص فقط في الغدد الصماء اللي هو السكر والغده الدرقيه وكل مشاكل الهرمونات. فمع الوقت الجراحة نفس الشيء، ما بقاش فيه دكتور جراح بيعمل كل الجراحات اللي في الدنيا، بقى فيه جراحة للمخ والأعصاب، جراحة للقلب والصدر، جراح للعظام، كل دول جراحين برضو في الأصل. بس اوكي. ما بقاش ينفع مع الوقت، كمية المعلومات بقت مهولة لدرجة ان انت لو شخص واحد حاول يلم بيها كلها هيبقى ضعيف فيهم كلهم. فبقى في فكرة التخصص. الجلديه هي جزء من امراض البطنه، وانا طالبه في بكالوريوس، هو دلوقتي ما بقاش الوضع كده، بس وانا طالبه في بكالوريوس كنا بنمتحنها كجزء من ورقه البطنه، 10 اسئله في ورقه البطنه وامتحان شفوي بعد امتحانات البطنه. بس ان هي تبقى دكتور البطنه هو اللي متخصص في الجلديه لا. ونفس القصه في الاطفال، يعني دكاتره الاطفال على عيني وراسي، بس احيانا بيبقى في امراض جلديه في الاطفال بتحتاج بقى متخصص في الامراض الجلديه. فهي امم. جزء بس من ان احنا كل ما واعتقد ان مع الوقت الجلديه نفسها هتتقسم كمان لديرماتولوجيك سيرجري او الجراحات البسيطه في الجلد، يعني هتتقسم eventually، يعني مع كميه المعارف اللي بتحصل وكميه المعلومات اللي البني ادم بيوصل لها، المعرفه الانسانيه بتتضاعف بسرعه جدا. بقى صعب ان اوكي. كل واحد يتخصص في مساحه كبيره، مضطر ان هو عشان يبقى شاطر في حاجه يمسك حته صغيره. اوكي. بتشوفي ازاي نظرة المجتمع للناس اللي بتستخدم يعني الاجراءات اللي انت سميتيها اجراءات تجميلية غير جراحية، اللي هي التجميل ومقاومة علامات السن وكل الحاجات دي كلها؟ انت شايفة الناس المجتمع بينظر للناس اللي بيعملوها ازاي، وبينظر للدكاترة اللي بينفذوا الاجراءات دي ازاي؟ لا، المجتمع ما عندوش مشكله مع الدكاتره في الغالب يعني. حلو. بينظر ماشي. للناس ازاي؟ رأيي ان في فجوة جيلية ما بين في النظرة للإجراءات التجميلية نفسها. يعني جيلنا احنا، الجيل اللي اكبر مني بيشوف ان الإجراءات التجميلية رفاهية غير مناسبة، وان يعني ده دلع والمفروض يعملوا الممثلين او الناس اللي بتشتغل في البيزنس اللي ليه علاقة بالشكل. جيلنا احنا
اللي هو جيلي وجيلك، بيحب الإجراءات التجميلية البسيطة اللي هي في حدود إنها تحافظ على شكلي بس ما تخليش شكلي باين إن هو بيعمل إجراءات تجميلية. الجيل الجديد غالبا بسبب الانفلونس بتاع السوشيال ميديا، لا بالعكس، هم الهدف الأساسي إن أنا يبان عليا إن أنا عامل إجراء تجميلي. فأنا دايما بقول لهم في فجوة جيلية جدا في البرسبشن أو تقبل الإجراءات التجميلية بين الأجيال المختلفة. الجيل الجديد بيشوف الإجراءات التجميلية جزء من الحياة، وجزء لازم يبقى ظاهر من الحياة، لازم يتقال عليا إن أنا بعمل ده، لازم غريبه أقول موضوع للناس. ظاهر دي. اشمعنى ظاهر يعني؟ عشان نسبه ايه لمين؟ أعتقد إن هو جزء منه بسبب السوشيال ميديا، يعني الانستجرام وتيك توك من الحاجات اللي خلت الحاجات دي لازم تكون باينة. أنا يعني أعتقد إن الأجيال الجديدة بتحب جدا تكون relevant لتيك توك وإنستجرام وكل الترندز اللي عليها. الأجيال بتاعتنا أجيال يعني كونزرفتيف شوية في الحتة دي، ما تحبش قوي إن هي تبقى عاملة إجراءات تجميلية مبالغ فيها أو ظاهرة، بس بتحبها مش ضدها ولا حاجة. الأكبر اوكي. مني شوية، الجيل اللي قبلنا شوية متحفظ ضدها. اوكي. لما بداتي عملك في كتطبيب جلديه، خلينا كمان بالذات في سنين الجامعه الاولى لما كنت بتشوفي دكاتره الجلديه اللي موجودين في الجامعه، الشغلانه اختلفت من الوقت طبعا ده طبعا للنهارده؟ طبعا وهم نفسهم يحكوا لنا. يعني اولا الجزء التجميلي ابتدى يبقى ترندنج بعد في بدايات شغلي او يعني في نهايات نيابتي، وابتدى يبقى بهذا الهايب الفظيع بعد ما انا اتخصصت. فانا يعني لا، قبلها اوكي. كان الامراض الجلديه هي جزء من الامراض، امم. عيادات وبنشوف عيانين وبنعالج عيانين، وكانت جزء من زي اي دكتور باطني يعني. اوكي. طيب بما ان احنا يعني دايما الفكره في نشر المعرفه، ما تيجي نتكلم شويه عن الامراض الجلديه نفسها. انت قلتي ان هي الجزء الاقل دلوقتي تظهر لك اكتر في المستشفيات، اكتر العامه او الحكوميه، وانه يعني الناس اللي بتيجي في العيادات دي جايه باهداف تجميليه. هي ليه لسه الامراض الجلديه منتشره؟ إيه الاسباب الرئيسيه بتاعتها؟ هي نحكي الامراض شويه الجلديه كده الجزء للناس. الاكبر منها، الجزء الأكبر منها مرتبط بكون الجلد ليه جهاز مناعي مستقل عن الجسم. بمعنى إن عندنا أمراض مناعية مرتبطة بالجلد فقط. طب هو إيه المشكلة؟ ممكن تكون بتأثر على الجسم في إيه؟ مرض زي البهاق مثلا ما بيأثرش على الجسم في حاجة. عندنا مشكلة وحيدة في هنا، إن الجلد هو اللي أنت شايله بره. يعني لو في أي مشكلة غير ظاهرة بتعدي، إنما مشاكل الجلد كلها ظاهرة، كلها باينة لصاحبها وباينة للناس كمان. يعني هو ماشي بيعلن للناس عن حالته، بيعلن للناس واحيانا بتقف ضده. يعني مثلا لو جينا نقيم بعض الامراض الجلديه على مقياس الحاجات بتاعه الهانديكابنج او الاعاقه عن العمل، هتلاقيها لا، ما تعيقش عن عمل خالص. مع كده اصحابها بيعانوا في ان هم يلاقوا شغل. مريض البهاء ممكن يعاني بشده ان هو يلاقي شغل رغم ان هو سليم زيي وزيك ويقدر يشتغل ويعمل كل حاجه. فبالتالي مشكلتها ان هي ظاهره، بتعلن للناس كلها مشكلته. في جزء كبير مم. جدا من الامراض الجلديه هي امراض جلديه مناعيه، وجزء منها مختص بمناعه الجلد لوحده. الجلد سبحان الله يعني كانه جهاز مستقل تماما. في خلايا مناعيه بتاعته بتاعه الجلد، يعني مناعه الجسم مش مرتبطه بالضروره بمناعه الجلد. في كمان اجزاء بتفرز هرمونات او جهاز خلايا اللي هي غدد صماء بتاعه الجلد لوحده. الجلد نفسه بيفرز هرمونات، وبالتالي في امراض مش مرتبطه بالجسم بتظهر في الجلد لوحده تماما وبتحتاج علاج مستقل. بس الجلد كمان مرايه للصحه العامه، بالتالي احيانا بتبقى الامراض اللي في الجلد هي اصلا انعكاس لمشاكل تانية جوه الجسم بس بدات تظهر على سطح الجلد. ف يعني هي منتشره لان هي امراض زي بقيه الامراض، بس انتشارها اكثر شويه من غيرها لان هي ظاهره للعين، ظاهره لصاحبها وظاهره للناس التانية. بالتالي ممكن تبدأ بدري شوية إن العيان يلاحظها. اوكي. اختار الامراض الجلديه على الفرق الطبيه اللي بتشتغل، يعني بعضها معدي، بعضها قد يكون يسبب مشاكل اللي بيتعامل معاها. فين الخط الفاصل في الموضوع ده؟ بعضها معدي. العدوى، الحاجات اللي ليها علاقة بالعدوى في الأمراض الجلدية ما هياش بخطورة العدوى في تخصصات أخرى يعني. تمام. حتى الأمراض اللي هي طفيلية زي الجرب، زي حتى حشرات الشعر، كل الحاجات دي انتقالها علاجه سهل مش صعب، والتخلص منه سهل مش صعب. بالتالي جزء العدوى في الامراض الجلديه ما هوش خطر على الفرق الطبيه زي تخصصات تانية، زي الجراحين اللي بيتعاملوا مع دم، وزي زي بتوع المعامل اللي بيتعاملوا مع دم وكل الحاجات دي. اوكي. امال فالجزء احنا العدوى مش من ليه الأجزاء. لسه عندنا مستعمرات جذام؟ وليه لسه صحيح. عندنا الحاجات دي؟ الجذام، الجذام بشكل عام في العالم كله
المفروض ان احنا بقالنا فوق ال 50 سنه بنعالجه بمالتي دراج ثيرابي، اللي هو الامراض مجموعه من مضادات البارازايت او مضادات المرض المتخصصه. في نقد بدأ يظهر من السنة اللي فاتت هو بيحمل نفس سؤالك في المجتمعات العلمية. احنا بقالنا 50 سنة بنعالج العيانين، ليه لسه عندنا جذام؟ الجذام بعد ما بدأنا ندخل المالتي دراج ثيرابي ما بقاش بدرجة العدوى، يعني العيان لو على العلاج مش هيبقى معدي زي العيان اللي مش على علاج. ما بقاش الجذام اوكي. بهذه العدوى. بس النقد بيحمل نفس رأيك. طب هو لسه موجود ليه؟ بدام المرض، بدام احنا قادرين على ان احنا نقاوم المرض ونوقفه، هو ليه الجذام لسه موجود في العالم؟ في ناس بتقول لا، يبقى احنا محتاجين نزود المالتي دراج ثيرابي. الجذام مش من الامراض اللي بنشوفها كل يوم في المستشفى ولا حاجه، بس لما بنشوفها بنحولها على مستشفيات الجذام. بس هل انا بخاف او بترعب لما يدخل لي عيان جذام؟ الاجابه لا. ليه؟ العدوى ما هياش سريعه، مش زي الكورونا مثلا اللي هو اول ما تقابل عيان هتاخد منه الفيروس. لا، العدوى بتيجي اكتر للمخالطين عن قرب للمريض اللي عايشين معاه في نفس البيت، والعاملين طبعا في مستشفيات الجلديه والجذام هم اكتر ناس عرضه للعدوى. العيان اللي بدأ ياخد العلاج النهارده اقل فرصه في نشر العدوى من العيان اللي ما بياخدش علاج. والعيانين المفروض ان هم بيخفوا بعد سنتين كاملين من العلاج. بس جملتك هي نقد موجود اصلا في المجتمع العلمي النهارده، لماذا لم نتخلص من الجذام رغم السنوات الطويله جدا اللي اوكي. بنعمل فيها المالتي دراج ثيرابي؟ وهل احنا محتاجين نعدله او نزوده ولا ايه؟ اوكي. طيب خلينا نرجع بقى شويه للشغل والكارير بتاعك كدكتوره جلديه. خلصنا ماجستير، خلصنا دكتوراه. الدراسه المستمره في المجال الطبي عشان افضل احافظ على يعني تميزي وتفوقي، مش كطالب بقى، كشخص بيعمل في هذا المجال، انت بتعملي ايه في الموضوع ده؟ هو الاول كاستاذ جامعه انت مضطر تنشر ابحاث عشان تترقى، يعني عشان اترقى الترقيه اللي فاتت دي تمام. السنه اللي فاتت من مدرس لاستاذ مساعد لازم تنشر ابحاث. ففي جزء بحثي انا كده كده ملزمه اعمله. بس كمان زي ما كنا بنتكلم من دقايق ان الدنيا فيها ان تخصص الامراض الجلديه من التخصصات الجاذبه عشان الجزء التجميلي اللي فيه، وعشان عشان شغله كتير في القطاع الخاص. فهو في تنافسيه عاليه جدا، طول الوقت محتاج ان انت تحضر مؤتمرات، تحضر ورش عمل، تشوف الدنيا واصله لايه في كل حته في الدنيا، علشان في الآخر بتنافس كل الناس اللي بتحب نفس التخصص وحابة تقدم حاجة جديدة. بنتطور ازاي؟ عن طريق مؤتمرات. بنشر أبحاث أو أوراق بحثية في بعض المؤتمرات بره مصر أو جوه مصر. بحاول أقرأ كل اللي ينزل جديد أول بأول عشان أعرف بس الدنيا ماشية رايحة فين. وحتى عشان ادرس، عشان اعرف ادرس للطلبه الاصغر اللي هم الماجستير والدكتوراه، بضطر ان انا كمان ابقى عارفه ايه اللي بيحصل، يعني ايه الحاجات الجديده، ايه الابديتس الجديده، ايه الادويه اللي هتنزل جديد وهم لسه بيحاولوا يرخصوها، ايه الادويه اللي اترخصت فعلا وخلاص واترخصت لايه، وايه الاستخدامات التانيه اللي ليها اللي ممكن نستخدمها اوف ليبل او بره ترخيصها. ورش العمل للحاجات للاجراءات التجميليه الجديده. التدريب على الاجهزه اللي بتنزل جديد، احنا عندنا اجهزه طبيه بتنزل بسرعه جباره، مهم ان الواحد يتدرب عليها ويعرفها، يعرف هي الدنيا ماشيه ازاي. حتى لو انت مش هتمسك الجهاز النهارده تبقى عارف هو ايه وماشي ازاي والتكنولوجي بتاعته بيزد على ايه، لان هو هيجي بكره فجاه هيوصل. اوكي. هو انتوا بداتوا تدرسوا في الجامعه الاجراءات التجميليه كمان اللي لها علاقه بالجلديه، ولا الجامعه لسه من ناحيه المنهج الجامعه بتدرس. عايشه اه. على لا، الحاجه القديمه؟ دي كانت وجهه نظر، انا ما زال رايي ان لا، لازم الاجراءات التجميليه. ليه؟ لان انت كل الدكاتره دول هيشتغلوها، فلازم تدرسها لهم بشكل اكاديمي منضبط، بدل ما يروح ياخدها هو من معلومه تانية، وبدل ما تسيب عيانينك بقى للناس اللي ما بتتعلمش وما بتروحش الجامعه. يعني على الاقل يبقى عندك خريج قادر ان هو يعالج المرض الجلدي، وقادر كمان انه يعمل اجراء تجميلي بشكل منضبط وسليم. والا هتبقى بتسيب العيانين ضحايا بقى للناس اللي الفهلوه، وضحايا للناس اللي ما بتتعلمش بشكل منضبط. اوكي. شايفه الاجيال الصغيره بتتعامل ازاي مع كنا بنتكلم في الاول على الفروقات والتخصصات، صح؟ وانه في تخصصات اسهل من اخرى. شايفه الاجيال الصغيره النهارده اللي في سنه الامتياز او السنه اللي قبلها بيتعاملوا ازاي بينهم وبين بعض على فكره مين هيتخصص ايه؟ وهل التنافسيه وفكره لا اصل ده يا عم انت دكتور بتاع حاجات بسيطه، ما انت رايح هتقضي حياتك العمليه بتتسلى؟ شايفه الجيل الجديد بيتعامل مع الموضوع ده ازاي؟ هي الغلاسات دي موجوده في كل حته، يعني ان انت يا عم بتاع ايه والكلام ده يبقى موجود في كل حته، وشايفه ان الناس تتجاوزه، يعني مش مهم. ما ينفعش نتوقف عنده، ومش مفروض نعمله، بس يعني ما ينفعش نتوقف عند شغل لعب الكوره وجمهور الكوره او الناس اللي بتقول لا ده تخصصك ولا ده تخصصي. الأجيال الجديدة أكثر انفتاحا على العالم، أكثر رؤية، يعني
اكتر من جيلي مثلا 2005 ما كانش عندك كل هذه القدره على ان انت تتواصل مع الدنيا كلها وتشوف الدنيا فيها ايه. فهم اكتر انفتاحا على العالم، اكتر قدره على التعلم عشان عن تحت ايديهم ادوات اكتر مننا. يمكن يكونوا اقل صبرا شويه على التعليم من جيلنا. بس هم عندهم قدره ان هم يعني يشوفوا حاجات اكتر مننا، بالتالي هو عنده قدره ان هو يتابع تخصصات مختلفه ويبتدي يختار منها، حتى مش عن طريق الكليه زي ايامي يعني. اوكي. لو كنت عارفه ان انت هتبقي في الشغلانه دي يعني مين النهارده ورجعتي فلاش باك كده ل 15 سنه اللي فاتوا ولا حاجه، كنت ممكن تعملي ايه مختلف يختصر لك الطريق شويه؟ مرة قعدت كتير قوي أفكر في السؤال ده، لقيت إن مفيش قوي يعني، ما كانش الأوبشنز كتير لدرجة إن أنا ممكن أغير. كان ممكن بس يعني أذاكر زيادة شوية، أحاول أخلص بدري شوية، وبعدين حسيت إنه لأ، يعني ما أنا برضو يعتبر ريلاتيفلي خلصت بدري. فحاليا ما عنديش على السؤال ده حاجة تخليني أقول لأ كنت عايزة أعمل حاجة مختلفة. اوكي. طيب في سؤالين مهمين جدا بحب اسالهم لكل الناس اللي بيجوا في البودكاست بتاع احنا هنشتغل ايه. السؤال الاولاني هو الطب. خلينا الاول ناخد الطب بتاعك انت، طب الجلديه يعني تخصصك. تمام. ده مجال هنعمل منه فلوس؟ الطب مش الأمراض الجلدية هتعمل منه فلوس كويسة. الطب عموما للدكتور الشاطر بتعمل منه فلوس كويسة جدا. والدكتور الشاطر مش حاجة موجودة كتير ولا حاجة. الشطارة مش بالفهلوة ولا بإن أنا سنس ولا موهبة ولا أي حاجة. الشطارة براكتس. الشطارة في الطب هي براكتس طويل جدا وممتد، وقدرة على التعلم وقدرة على الاستفادة من اللي أكبر مني واللي أصغر مني. ففي رأيي إن لا، في كل التخصصات الدكتور الشاطر بيعمل فلوس كويسة. والدكتور الشاطر بيبقى مطلوب في كل حتة في الدنيا، مش مطلوب في مصر، مطلوب في كل حتة في الدنيا. والشطارة اوكي. فعلا فعلا تيجي بالمجهود المستمر. أصحى كل يوم أشتغل، أصحى كل يوم أشتغل، مهما كان ورايا، مهما كان عندي إيه. اوكي. والسؤال الاخراني وما اقصدوش من ناحيه فلسفيه يعني، بس خلينا لو ركزنا على مجال شغلك، انت عايزه تسيبي وراكي ايه يعني من شغلك كطبيبه؟ مش في الحياه بشكل عام، ولكن من شغلك كطبيبه عايزه تسيبي ايه آه، ارث وراكي؟ احب اسيب عيانين دايما حاسين ان حياتهم اتغيرت، واحب اسيب اجيال حاسه انها اتعلمت حاجه. الحاجتين دول هما اللي انا شايفه ان انا مثلا لو قررت اتقاعد بعد 10 بعد 15 ايا كان بعد كام سنه، احب ان انا ناس تانية تقول احنا اتعلمنا من دكتوره نرمين كذا كذا، وناس تقول على فكره انا كنت بروح للدكتوره دي. يعني انا شفت ناس من اللي قبلي من سابوا الدنيا دي لغايه النهارده بيجي لي عيانين يقولوا لي انا كنت بتعالج عند استاذ دكتور احمد رشيد ومش قادره انساه، والله يرحمه ويحسن اليه. طلبه كتير جدا يقولوا انا اتعلمت من فلان واتعلمت من فلان. الارث ده انا شايفه الناس اللي سابته، يعني انا بغبطهم جدا جدا على ان هم يفضلوا سنين بعد ما سابوا الحياه او بعد ما سابوا الكارير، في منهم تقاعد. الناس لسه فاكراهم بالخير، فاكراهم من ناحيه ان هم غيروا حياتهم كعيانين وعلموهم حاجه مفيده كطلبه. اوكي. الطب الدكتور معتمد بشكل كبير على زمايله الاكبر منه واساتذته عشان العلم ينتقل له، اه ولا لو هو بيتعلم في مكان معزول مش هيقدر يوصل لنفس المعلومات؟ انا مختلفه قوي مع فكره ان الواحد ما بيستفادش من اللي حواليه، مش بس اللي اكبر منه، اللي اكبر منه واللي قده واللي اصغر منه. ورايي ان تمام. جزء كبير جدا من خبراتنا بناخدها. اصل الخبره في الطب مش بس معلومات. المعلومات مكتوبه، طريقه تعامل، طريقه تفكير. هفكر ازاي لما تواجهني مشكله مش عارف اشخصها. كل ده برضو جزء منه ليه علاقه بالشخصيه نفسها. فالتعامل مع اشخاص حواليا، لا انا شايفه ان هو بيضيف لي كتير جدا جدا، مش بس اكبر مني وقدي كمان واصغر مني احيانا. اوكي. عايز اختم باسالك اذا كنت اتعرضتي او شفتي لطريقه تعليم الطب في العالم الخارجي، يعني في بعض جامعات اوروبا، في بعض جامعات امريكا، وتقارنيها بطريقه تعليم الطب عندنا النهارده. لا شايفه ممكن انا مختلف تعليمي حلو وتدريبي وحش؟ كان اغلبه انا تعليمي وتدريبي كان اغلبه في القصر العيني في مصر. انا حاليا عندي ترخيص استشاري في ثلاث دول، مصر والامارات والسعوديه. بس انا ما اشتغلتش كتدريب غير في مصر. اوكي. فما عنديش فكره الجامعات بره بتعمل ايه النهارده ناحيه عندي تعليم فكرة عندي فكرة اه. عندي فكرة هي بتمشي راوندات، هي مختلفة من بلد لبلد. يعني مثلا منظومة التعليم في انجلترا ما فيهاش دكتور جلدية زي حالاتي كده يتخرج وتاني يوم يبقى دكتور جلدية. لازم يبقى دكتور باطنة الأول ويخلص الأول تخصصه الباطني بالكامل، وبعد كده مم. يتخصص في التخصص الدقيق اللي هو جلدية. أمريكا لا، أمريكا زينا ممكن تبقى لسه متخرج النهاردة وتشتغل دكتور جلدية بكرة.
اوكي. اوكي. انا شايفه ان جزء من الخبره الباطنه بتاع، يعني طبعا ان انت تخلص البطنه بالكامل وبعدين تخصص الجلديه ده كتير وتضييع وقت كتير. بس انا شايفه ان سنتين من العمل في تخصص البطنه من الحاجات المفيده، هي بدات تطبق هنا في مصر وبدات تطبق في حتت كتير. مفيد اوكي. ان الدكتور الجلديه ما يبقاش اول ما يتخرج يمسك جزء صغير ويفضل متخصص فيه. مفيد ان هو يشتغل دكتور باطني الاول، يبتدي يفهم، ياخد العيان ككتله واحده. العيان في الاخر هو كتله واحده من جوه ومن بره وكله. اوكي. في المجمل راضي عن اختياراتك المهنيه نرمين، من اول ما اه. قررتي تخشي الكليه لحد النهارده؟ اه الحمد لله جدا. طيب الحمد لله. انا اتشرفت بيكي جدا، وحلو الواحد شرف يكتشف ليا. ويفهم اكتر مجالات اكتر، وان شاء الله نلتقي مع دكاتره اخرين، ويمكن في يوم من ان الايام شاء الله. نعمل تجميعة اطباء نتراءى كلنا في المجال يعني. باذن الله. ميرسي عليك. شكرا يا امين. شكرا. شكرا.